السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد في خط اليمن الإمري والحمام والعصافير. النهاردة إن شاء الله قلت أصور لكم بقى إيه وأنا وحظي اليمن البلدي. ما شاء الله بضت أول بطين تاني بعد البطين الأولانيين اللي إحنا حطيناهم تحت الإمري وباظوا. دول بضت بطين تاني، فأنا بصراحة كل ما بتشوفني بتقوم من على البيض، فاستغليت وهي قامت من على البيض وخايفة، فقلت أصور لكم وأعمل لكم إيه فيديو. زهقنا من الإمري شوية، قلنا نغير نجيب يمن بلدي ونشوف عمل ايه. دلوقتي اهو خد له زاوية في القفص اللي انا كنت عاملها له، وما شاء الله لم برسيم كتير ناشف اهو، وبيضت بيضة وبعدها البيضة التانية، بس مرضتش اصور وهي بيضة البيضة الاولى عشان ايه ما تخافش. فلقيتها بيضة البيضة التانية ولقيتها ما شاء الله راقدة بقالها 3-4 ايام. فكل ما بصراحة ما اقرب احط لها مثلا اكل او مية لقاها برضك خافت زي كده وقامت من على البيض جري وقعدت تطير في القفص. طبعا عارفين اليمام ده بيبقى جبان شوية وعلى طول مقلق كده وعلى طول في رهبة كده. فما شاء الله طبعا بيض البطين اهم، والبطين ما شاء الله كويسين، ولا من غير فيتامينات ولا كالسيوم ولا عناية ولا اي حاجة. هي والله بحط لهم مية واكل، واكتر جوز انا هامل فيهم يعني. بس ما شاء الله سبحان الله يعني، هم واخدين على البرية وكده، مش زي الإمري حنين شوية. برضك الإمري في البرية وكده وكل حاجة، بس سبحان الله في طابع برضك أو في دم اللي هو إيه، في الطيبة في الحنية، غير ده طبعه جبان شوية. بيخاف من أي حاجة، يمكن من خياله كمان. فده بيسموه أصلا كذا اسم، يمام النخيل ويمام الصحراء ويمام البلدي، وناس تقول عليه بالبلدي اللي بيعشش في الشجر وبيعشش في المناور، بيعشش على اي حاجة بيلاقي يعشش فيه. فده ما شاء الله جوز زي ما انتوا شايفين اهو. طبعا الذكر بيتميز عن النتاية بكبر حجمه ودماغه كبيرة، والنتاية طبعا بتبقى صغيرة شوية ودماغها صغيرة. جسمها يعني قليل شوية ودماغها صغيرة، ولونها بيبقى غامق، غير الذكر بيبقى جسمه فاتح. وغير كده كمان النتاية تلاقي عند سحبة وشها كده رفيعة ومنقارها طويل، غير الذكر بيبقى عريض شوية وبقه قصير سنة. والشكل العام بتاعهم اصلا بيتعرف على طول، اللي انت تشوفه تقول ده ذكر وده نتاية. حتى لو انت رايح تشتري من اي حد، بصوا الفرق يا جماعة. يعني اللي على الشمال النتاية بتبقى غامقة وجسمها قليل ودماغها صغيرة، واللي على اليمين ده بيبقى جسمه عريض ولونه فاتح افتح من النتاية ودماغه بتبقى عريضة. ده بيبقى الذكر والنتاية في ايه، في اليمن البري ده. طبعا ده ما فيش مشكلة فيه في تربيته، برضك اكله وكلفة الحمام، المية بتاعته، القش اللي انت ترموله او طاجن تحطهوله. ويفضل ده تربيته في جماعات، طبعا بيبقى منتج احلى ما يكون معمول في قفص. يعني انا بصور الفيديو ده بقول ربنا يستر ممكن ما يرقدش على البيض تاني. وادي البطين اهو، يمكن غمقوا سنة بقاله 4-5 ايام اهو، ولما القش اهو مظبطين. بس الله اعلم بقى هيرقدوا تاني زي كل مرة ولا لا. مخدتش منهم غير مرة واحدة، وبعد كده ايه مخدتش حاجة تاني. بس هما في البيض بيبيضوا كتير. وطبعا برضه في الحضانة بتاعة البيض بتاعته من 18 يوم لحد 25 يوم على حسب درجة حرارة الجو والجسم. إذا كان في الشتاء بيقعد برضه 23 و24 يوم، في الصيف ممكن يقعد 18-19-20 يوم. وطبعا بيطلع برضك الزغاليل ويأكلها ويقعد معاهم مثلا الفترة بتاعته، تلاقيه يشتغل وراه تاني ومنتج ومش وحش. وفي ناس بتذبحه وفي ناس بتصطاده وفي ناس بتاكله، يعني بينفع برضك ايه شغله حاجات كتير. هو برضك في المتناول برضك، وسعره مش غالي في السوق دلوقتي. وصل كان اول ب10 و15 و20 و25، وصل دلوقتي ب40 و45 و50 كمان، من في ناس بتصطاده وكده. فبدأوا يغلوا السعر، وكل حاجة زي ما بقولك بتغلى. أنا أسأل عليه السوق في مرة لقيته بجوز ب40. فبرضك اللهاوي ممكن يجيب مجموعة ادام سعرهم حلو كده، يعمل لهم أوضة كبيرة أو تقفيصة كبيرة جدا. وبيحبوا هما ما بيحبوش الحركة الكتير، أو يعني مثلا كل شوية تبص عليهم، كل شوية تتعلموا. دول عايزين مية وأكل، لو حطيتهم في أوضة عايزين مية وأكل وإيه، وتسيبهم براحتهم في الأوضة. والجو بقى اللي أنت تتخيله بقى، الصفايح والإقفاص
ولو شجرة ناشفة كده في نص الأوضة كده تحطها وتضلمها عليهم، مفيش غير شباك صغير تهوية كده، تلاقي منهم أحلى إنتاج. عشان ده اللي أنا شفته عند واحد صاحبي بصراحة عامله، بينتجوا كتير وبايضين كتير وفاقسين ومظبطين له الدنيا خالص مغرقينه. اليام البر ده مش يام الإمر كمان. ومناعته قوية جدا، وقاعد معاه وبرضك مش هو حرات الأكل، بيدق له عيش وبيحط له عيش مبلول وبيحط له رز مستوي وبيحط له كلفة حمام، أي حاجة دايس فيها بحيث اللي هو إيه واخد على الطبيعة. دول أنا حطيت له الحاجات دي عشان طلع مرة لقى يمام أصلا بياكل عند إيه الطيور بتاعته فوق، فبدأ إيه يحط له الحاجات الأكل ده. فأنت حط له يعني وما تقلقش مناعته، كله برضك يربيه وكله يجرب، مفيش اي مشكلة، بعيد عن الامر خالص، تربيته زيها بالظبط مفيش اي مشاكل فيه. ممكن برضك تلاقيه عند اي بتاع عصافير، ممكن تلاقي منه بيبيع برضك، او اي حد بتاع بيبيع حمام بس بتلاقي عنده اليمام ده. ولو عرفت تصطاده اصطاده، مفيش اي مشاكل فيه، في مصايد بتتباع ليه. في برضك ناس بتبيعه في سوق السيدة عايشة كتير جدا، يعني مش قليلين. طبعا انا حبيت اوريهولكم النهارده باباي ده والبطين اهو، وربنا يسهل بقى ويرقد عليهم نكمل رقود بعد الحركه الكتير دي كلها. مش عارف بصراحه هيرقد ولا لا. قبل كده باب برضك البيضتين قبل البطنه دي ما رقد يومين وبعد كده سابه وقعد يومين ما رقدش، خدتهم حطهم تحت الامري باظوا. حتى لسه راميهم من فتره برضك ما نفعوش تحت الامري. ربنا يسهل. وبرضك تربيته لذيذة وحلوة، بس هو المتعب شوية بس في الإنتاج. لو جماعي وكده هيشتغل معاك. لو في قفص بقى انت وايه وحظك زي كده، بحطه كل فترة جامدة ايه ما يحس بهدوء وراحة بياكل بيبيض. فبرضك الأكل والمية بتاعته ما بحطهم له عشان جوه داخليين جوه، فايه فالخوف بيخاف شوية. ماشي يا جماعة، نبص بقى على جلسة الكالسيوم اللي احنا عطيناها لليمام الإمري. ما شاء الله بدأ الريش ينبت اهو، بقاله 3 أيام بحطلهم والريش بدأ ينبت في ظهرهم. ده الأب طبعا لونه محمر عن النتاية، مطوقة ما شاء الله هم. طبعا الفيتروب ممتاز جدا للكالسيوم للطيور، إذا كان العصافير أو يمام أو حمام. كالسيوم شديد جدا ما شاء الله عليه، ومجربه من 3 أيام جسم الزغلول اهو منه برضك زغلول، الريش على طول أنبت في ظهره ده والتاني اهو. وبس انا كنت عايز امسكه لكم، بس هو بياكلوا حرام اللي انا ادخل ايديا وامسكهم واشدهم من بقهم. في جوز اهو الذكر بينده على النتاية واقفة جنبه اهو. دول طبعا دول كده عايزين تقفيصة لوحدهم بحيث ان هما ايه يشتغلوا مع حد اهو. الذكر الاحمر النتاية. طبعا ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة ليوصل كل جديد. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.